السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو عايزه الكنافه مقرمشه من بره وطريه من جوه وتقعد معاكي فتره طويله من يوم واتنين واكتر، تفضل طريه زي ما هي، زي بتاعه المحلات، فان شاء الله الفيديو ده ليكي ان شاء الله. اسمعي للاخر وهتستفيدي منه وهتعملي احلى كنافه. لو الكنافه بتبوظ منك او بتنشف منك، ان شاء الله هنعالج كل المشاكل او هنحل كل المشاكل في الفيديو. بس اهم حاجه اسمع الفيديو الاخر وما تنساش اللايك عشان تعملي كنافه بالجمال اللي انت شايفاه ده، باللون الذهبي، تحفه تحفه وطريه ومقرمشه وجميل، وبألف هنا وشفا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. فضلا وليس امرا اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل وصفه جديده بعملها. النهارده هنعمل كنافه سهله وبسيطه. طبعا احنا عملنا كذا عملنا الكنافه بطرق كتيره. عملناها الكنافه البلدي، وعملنا الكنافه بالقشطه، وعملنا الكنافه الساده. يعني ان شاء الله طريقتنا النهارده سهله وبسيطه. في الاول كده بنجيب الكنافه تكون طريه، يعني هي تكون طازه من عند الفران او من عند الكنفاني، بتكون طريه زي ما انتم شايفينها كده. وبنقطعها قطع صغير، ما تكونش مفتفته، ما تكونش مفروله. تمام كده. يعني ايه، انا حابه ان انت تجيبيها زي ما انا جايباها كده، تكون يعني ايه القطع بتاعتها يعتبر زي عولة الصباع كده، بتبقى او نص عولة الصباع، بتبقى جميله كده وبتبقى مقرمشه معاك. انما لو كانت قطع صغيره مش هتحسي بالقرمشه، لان هي هتبقى قطع صغيره ومش وهتبقى مفروله معاكي. معايا هنا بقى طبعا بندهن الصينيه زبده او سمنه، نغلفها كلها بالسمنه، وبنفرش الكنافه زي ما انتم شايفين كده. بفرش فيها الكنافه. طبعا المره دي مش هحط السمنه على الكنافه، لا، هنحط الكنافه الاول وبعد كده هنحط السمنه فوقيها. اهم حاجه تسمعي الفيديو للاخر، اسمعي الفيديو الاخر عشان تستفيدي منه، عشان لو كانت الكنافه بتبوظ منك ان شاء الله هنعالجها وهنحلها في الفيديو ده. طبعا في الاول احنا المفروض بنعمل السكر. طبعا انا عندي السكر اللي كنا عاملينه مع بعض، اللي هو العسل قصدي، اللي كنا عاملينه مع بعض اول رمضان او قبل رمضان بكام يوم كده. طبعا عندي العسل. طبعا انا يعني معروف ان العسل بتاع الكنافه بيبقى لا هو خفيف ولا هو تقيل، بيبقى مظبوط. يعني لا هو تقيل ينشف لك الكنافه، ولا هو خفيف يطر لك الكنافه تبقى عامله زي الميه كده، يبقى كانها ما فيهاش عسل. لا، بيبقى القوام بتاعه مظبوط. تمام كده. يعني كوبايتين سكر، كوبايه ونص ميه، يغلوا 10 دقايق. ما تخليش العسل يتقل معاكي عشان ما ينشفش معاك الكنافه. يبقى الكنافه بتنشف من ايه؟ ان العسل بيبقى تقيل والكنافه بتبرد منك وتروحي حاطه العسل، فهنا الكنافه ما بتطرش منك وما بتشربش من العسل، او بتحطي لها العسل بتكون الكنافه برد. عايزه الكنافه تبقى طريه معاكي، اول ما تخرج من الفرن تحطي لها العسل، والعسل يكون متوسط، لا هو تقيل ولا هو بارد، وبعد كده بتغطيها. انت شايفه هنا بقى حطينا الطبقه الاولانيه ورجعنا حطينا المكسرات، اي مكسرات عندك تحطيها، وهنا حطينا الطبقه التانية وبصينيه كده بنضغط عليها، وبعد كده بندخلها الفرن زي ما انت شايفه كده. وهنا معايا كوبايه سمنه هنحطها، هنرشها يعني فوق الوش. يعني هنغلف، اهم حاجه ان انت تغلفي الكنافه كلها بالسمنه، يبقى عشان الكنافه تبقى معاكي طريه وتبقى زي بتاعه المحلات شربيها سمنه، يعني اديلها كفايتها من السمنه كده، تبقى متغلفه كلها بالسمن، تطلع معاكي بقى طريه ومقرمشه من فوق وطريه كده من جوه، وتبقى جميله. عمرها ما هتنشف معاكي، لو قعدت يوم واتنين وتلاته عمرها ما هتنشف معاكي، وهتبقى بالجمال اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو ده. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده غلفنا الصينيه كلها بالسمنه، اديلها كفايتها. طبعا لو السمنه زادت عليها بعد ما تستوي ممكن تصفيها، مش هيجرى لها اي حاجه. وهنا بقى تدخليها على الشبكه، تحطيها فوق الشبكه، وبعد ما تلاقيها استوت خدت لون من تحت هتولعي على الشوايه من فوق. وهنا دي شكل الكنافه معانا، شايفين هنا بقى حطينا
المكسرات اللي هو الفستق الكذاب ده اللي هو السوداني وعليه لون، طرية وجميلة وتحفة. والله كانت تحفة وجميلة، مقرمشة وطرية من جوه وجميلة، تقعد معاك يوم واتنين وتلاتة مش هجرى اي حاجة. وهنا بقى قطعنا الكنافة شايفين طرية، يعني بتشر عسل كده وجميلة ومقرمشة، والحشوة فيها خطيرة، يعني احلى من الكنافة اللي هي بالقشطة. طبعا انا بحب الكنافة اللي هي المكسرات، بتبقى جميلة. ودي كده الكنافة بتاعتنا معاكم بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، تحفة تحفة. اعمليها بقى بالطريقة دي، شايفين طرية النص كده، طرية وجميلة، ومن فوق مقرمشة وجميلة، مقرمشة مش ناشفة، لا مقرمشة كده زي بتاعة المحلات بالظبط. اعملي بقى الطريقة دي ان شاء الله. لو سمحتي الفيديو الاخر هتعملي بقى الطريقة دي، يعني هتعتمديها وهتعمليها على طول، مش هتغيريها ابدا ان شاء الله. لو كنافة بتبوظ منك ان شاء الله ما هتبص خالص، وهتبقى جميلة وخطيرة. ودي كانت وصفتنا النهاردة، الكنافة بالمكسرات. في 5 دقايق هتعملي الكنافة، وبألف هنا وشفا. كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم. لو عجبك بقى الفيديو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.